السلام عليكم. بقى لي كتير قاطع عن الفيديوهات الطويلة، بانزّل short كل يوم، بس الفيديوهات الطويلة مش باصورها ليه؟ عشان بتاخد منّي وقت، بتاخد منّي مونتاج. أنا عايز أصوّر بس المشكلة في المكان والمشكلة في البيت، مش باعرف أصوّر كل يوم، فباحاول على قد ما أقدر إنّي أستمر، فباستمر في المقاطع القصيّرة، وباحاول أعمل فيديوهات طويلة بس مش أوي، بس إن شاء الله الفترة الجاية هاحاول أركّز عليها أكتر من كده. موضوع حلقتنا النهارده مهم وبيسأل أسئلة كتيرة. هل لازم تشيل أوزان تقيلة جدًا عشان تعمل فورمة؟ هل لازم تاخد مكملات وتصرف ألوفات عشان عضلاتك تكبر؟ طب هل لازم تعيش على الفراخ المسلوقة والرز عشان يطلع لك عضلات متناسقة وناشفة؟ أسئلة كتير بتدور في دماغ أي حد بيدخل الجيم. والنت مليان حاجات متناقضة، ومن كتر الإجابات المتناقضة دي دماغك بتروح في كذا حتة، فأنت مش بتعرف تركز أنت هتروح مع ده والّا مع ده والّا مع ده، ودماغك بتبدأ تتشتت ويخليك تكره اللعبة. أنا ميمو، وفي الفيديو ده هنجمع أهم أسئلة هل لازم في عالم كمال الأجسام. في فيديو واحد هكسر لك خرافات الفتنس وأقول لك إزاي توصل للجسم اللي أنت عايزه بأبسط طريقة، جسم رياضي ناشف بعضلات مشدودة غير مبالغ فيها. فهات كوباية القهوة أو المشروب المفضل ليك وركز معايا. أول وأشهر سؤال، هل لازم أكسر أوزان الجيم كلها عشان أعمل فورمة كويسة؟ الإجابة المختصرة لأ. الضخامة العضلية اللي هي بزيادة قوي بتحتاج أوزان في الجيم مهولة قوي، غير الأكل المرعب والأنظمة القاسية قوي اللي بيمشوا عليها. لكن لو هدفك فورمة جذابة وعضلات متقسمة وصحة كويسة، فالسر مش في وزن الدمبل، السر في التكنيك والوقت اللي بتحطه للعضلة تحت الضغط. العضلة مش بتفهم انت شايل 10 او 50، العضلة بتفهم بس المقاومة اللي عليها. لو شلت وزن متوسط ولعبت مدى حركي كامل ونزلت بالوزن في 3 ثواني بس، انت كده حرفيا قطعت جميع الياف العضلة، والتقطيع ده هيبني لك شكل عضلة كويس، غير انك هتحمي المفاصل بتاعتك من الاصابة. السؤال التاني، هل لازم تاخد مكملات زي الكرياتين او البروتين؟ بص، باختصار المكملات اسمها مكملات لانها بتكمل الحاجة الناقصة من اكلك. عاوز توصل لنسبة دهون قليلة وعضلات بارزة ومشدودة، الاكل هو الاساس. الواي بروتين اداة مساعدة بتكمل الناقص بس من اكلك. اما الكرياتين فهو من اكتر المكملات اللي اتعمل عليها دراسات، واكتر المكملات امان، هيديك طاقة في التمرين وهيملى العضلة مية عشان يبان شكلها اكبر واحسن. طب هل لازم اشتري الكرياتين؟ الاجابة المختصرة لا. تقدر تعمل فورمة وفورمة كويسة قوي من غير كرياتين، بس الكرياتين اداة مساعدة كويسة هتوفر عليك وقت كبير قوي. السؤال الثالث، هل لازم اقطع كارب خالص عشان انشف؟ الخرافة اللي دمرت نفسية ناس كتير قوي، اقطع كارب عشان تنشف. بص يا عزيزي، الكربوهيدرات هو المصدر الاساسي للطاقة في جسمك. لو بطلت الكربوهيدرات هتروح الجيم انت حرفيا مش قادر تشيل اي حاجة، والبامب عندك هيختفي تماما، وعضلاتك هتبان مسطحة وضعيفة. السر عشان تعمل جسم ناشف ومتناسق، انت مش لازم تقطع كارب، السر في عجز السعرات. كل كارب براحتك بس من مصادر نظيفة زي الرز والبطاطس والشوفان، وحافظ على كمياتك جوه سعراتك اليومية، وخلي الكارب صاحبك مش عدوك. السؤال الرابع، هل لازم اروح الجيم كل يوم؟ هل لازم اعيش جوه الجيم 6 او 7 ايام في الاسبوع؟ لو هدفك جسم فت ورياضي وعضلات مشدودة، كفاية قوي عليك 3 او 4 ايام بالكتير قوي في الاسبوع. العضلة مش بتكبر وانت بتتمرن، العضلة بتتهدم في الجيم وبتكبر لما تظبط اكلك ونومك. لو ما اديتش جسمك وقت الاستشفاء هتدخل في مرحلة الهدم العضلي. نام كويس، كل كويس، اتمرن بذكاء، وعيش حياتك. السؤال الخامس، هل لازم اخد البروتين بتاعي في خلال نص ساعة بعد التمرين مباشرة؟ اسطورة النافذة البنائية، هل لازم اول ما اخلص تمرين اجري على الشيكر واحط البروتين واشربه في خلال نص ساعة بالظبط بعد التمرين؟ بص يا عزيزي، العلم اثبت ان الكلام ده غير دقيق تماما. جسمك مش شغال بتايمر، هيقفل عملية البناء العضلي بعد نص ساعة بالظبط من التمرين. عملية البناء العضلي بتفضل شغالة معاك بعد التمرين لحد 48 ساعة. النقطة المهمة هنا هو اجمالي البروتين اللي بتدخله على مدار اليوم كله. خلص تمرينك وخد شاور وروح كل وجبتك او اشرب الشيكر بتاعك على اقل من مهلك، ما تخافش العضلات مش هتطير. السؤال السادس، هل لازم العب كارديو كل يوم عشان احرق او انشف دهون؟ سؤال بيعذب ناس كتير قوي. هل الكارديو هو السحر اللي بيحرق الدهون وبيبرز عضلات البطن 6 باكس؟ الكارديو ممتاز لصحة القلب وبيساعدك تحرق سعرات زيادة، بس هو مش مهم قوي عشان تنشف. اساس التنشيف هو الدايت وعجز السعرات. انت ممكن تعمل فورمة متقسمة قوي وناشفة قوي من غير دقيقة كارديو لو الدايت بتاعك مظبوط بالملي. لو هتضيف الكارديو في النظام بتاعك خليه أداة مساعدة مش عقاب. مش لازم تجري وتلهج كل يوم، المشي السريع او الطلوع على السلم مرتين او 3 مرات كفاية جدا عشان تحافظ على اللياقة بتاعتك. السؤال السابع وسؤال مهم قوي، هل لازم احس بوجع بعد التمرين عشان اعرف اني اتمرنت صح؟ كتير مننا بيقيس نجاح تمرينة النهارده بالوجع اللي هيحس بيه تاني يوم. يعني مثلا لو انا مش قادر امشي يبقى انا كده لعبت رجل صح. الحقيقة ان الالم ده بيحصل غالبا لما بتدخل تمرين جديد على جسمك، او بتغير الزاوية، او بترجع من فترة راحة، او لسه مبتدئ في الجيم. لكن مع الاستمرارية جسمك بيتكيف على التمارين. لو مفيش الم تاني يوم ده معناه ان استشفاء
استشفائك ممتاز وجسمك اتأقلم، مش معناه ان التمرين كان ضعيف. مقياس التطور الحقيقي انك بتتطور في اوزانك او حتى في عداتك، وشكل جسمك في المرايه يتغير للانسب، مش انك تكون متكسر على طول. السؤال الثامن، هل لازم اريح 30 عده بس بين كل مجموعه؟ وجزء الراحه الصغيره عشان نحرق العضله. لو انت بتلعب عشان تبني عضله صافيه وشكلها حلو، انت محتاج كل مجموعه تلعبها بكفاءه عاليه قوي. لو ريحت 30 ثانيه بس، هتدخل المجموعه اللي بعدها وانت متكسر ومش قادر تشيل اي حاجه، غير ان جهازك العصبي هيكون مرهق، فحرفيا مش هتقدر تشيل اي حاجه. ريح دقيقتين وثلاثه كمان في التمارين الاساسيه، ادي جسمك فرصه يسترجع مخزون الطاقه اللي هو الاي تي بي، عشان تدخل المجموعه اللي بعدها وتعمل اقصى انقباض عضلي وتستفيد 100% من التمرينه بتاعتك. السؤال التاسع، هل لازم اعمل فتره تضخيم مفتوح عشان ابني عضلات؟ خرافه كل الاخضر واليابس عشان تبني عضلات وبعدها ابقى نشف. هل لازم تتخن وشكلك يبوظ وتزيد دهون عشان تبني شويه عضلات بس صغيره؟ الرد القاطع لا. لو هدفك جسم صحي وعضلات مرسومه ومتقسمه وشكلها حلو، فالتضخيم المفتوح ده أسوأ حاجة ممكن انت تعملها. جسمك ليه فترة محدودة على بناء العضلات الصافية كل شهر، اي اكل زيادة عن الحد ده هيتخزن دهون وهتداري ملامح جسمك وهتعاني قوي في وقت التنشيف. الحل هو الفائض البسيط او تحافظ على سعرات الثبات. دخل سعرات زيادة بسيطة جدا ونظيفة وابني عضلاتك بهدوء من غير ما تفقد تقسيمة جسمك في اي شهر من السنة. السؤال العاشر والاخير، هل لازم اغير تمريني كل اسبوع عشان افاجئ العضلة؟ وصلنا للاخر واغرب خرافة، هل لازم تغير العضلة كل اسبوع وتغير التمارين عشان العضلة تتفاجئ وتكبر؟ بص يا عزيزي، العضلة ما عندهاش مخ عشان تتفاجئ. العضلة نسيج بيستجيب لحاجة واحدة بس، وهي الزيادة التدريجية. لو كل اسبوع بتدخل تلعب تمارين شكل، انت محتاج تثبت جدول تمرينك مش اقل من 3 شهور. عدى ال3 شهور ممكن تغيره شوية وتركز انك بتتطور في نفس التمارين دي، يا اما بتزود اوزان او بتلعب عدات اكتر وتحسن التمرين وبتبطئ الحركة. الاستمرارية على نفس التمرين هي اللي بتصنع التفاصيل الدقيقة. العشوائية والمفاجآت مش هيصنعوا لك عضلات نهائي. في النهاية رحلة الفتنس مش عقاب، افهم جسمك، اتمرن بذكاء، ما تتمرنش بغشومية والنتيجة هتيجي. الجسم الرياضي المتناسق بيتبنى بالاستمرارية مش التمارين القاسية والحاجات اللي احنا بنعملها الغلط في الجيم. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو وجمعت لك اهم 10 اسئلة ممكن تدور في دماغك او في دماغ اي حد بيبدأ جيم او حتى داخل الجيم من فترة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واتمنى اكون فدتك. ولو عايزين جزء تاني فانت ممكن تنزل تكتب لي تحت. ودايما افتكر وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فانت استمر يا عزيزي في الجيم واستمر في الحاجه اللي انت بتعملها، وان شاء الله توصل لاحسن مستوى من نفسك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بص يا عزيزي، ده ليك. الفيديو طالع 45 دقيقة وبيتصفصف في الآخر في 7 دقايق. أنا لو مش بضحك وبقول الجملة مرة واحدة بس، كان زماني بخلص الفيديو حرفيا في 10 دقايق وموفر وقت كبير قوي. فعشان كده مش بحب أصور فيديوهات يوتيوب. وأشوفكم في فيديو تاني، ويلا السلام عليكم عزيزي.